چاخ و دەمێ وا بخێر و خۆشی بن گوهدار و تەماشەوانên رادیۆ بویەری فێم یê li me guhdar dikil ser pêla FM 103.5 hem jî yên li me temaşe dikil ser weşana zindî bûyer erebî. Êvara bixêr û xweşî be bernama çirûskên rojiyê xelekek nû digel Seyda Mel Abdilkerîm Hacî Slêman îmam û xetîbê mizgefta Farûq il bajarê Qamişlo di hundirê stûdyoyê de hazir in. Ji bo xizmeta pirsên we û hem jî agahiyên li ser Ola İslamî, mijarên di olî, di derbarê rojiyê de çi mijareke bi bala me dikşînin em li ser de axivin. Eger pirsên we hebin 429 numara telefona me ya erdeyî. WhatsApp 0933 822 884. Weşana zindî xelkên me lîl derê welat jî çi pirs bala we bikşîne hûn dikarin ji me re binivîsînin wê bersivayê bê dayîn dawiya bernamê de. Her du hevkarê min Arîno Palo û avan cima jî bore bi meymat xelef li pêş mayikê em ê hersî bi xêratina Seyda bikin sersera û serçava wan hatin. Savê xweş te razî be. Seyda mijara me îroj xwe bijin bi erebî bijin wesatiyet navendî navbera israf û tebzîrê de i'tîdal di ola İslamê de jî bi taybet di heyva Ramazanê de. Gelo wateya wê çi ye di kitêb û di sunnetê de bi çi awayî lê nerî? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Khud Teala ta'ata ve rujâ ve tevde kabul bike inşallah. Khud Teala fi hiva Ramazanê bike hiva faracê ve nusratê inşallah. موضوعي ما مجارمة إيرو يعني قلك مهمة جبركو نا موضوع كله وقت بشوشكا موضوع دبي منهج أكثر إنه يعني إنه حالتك يعني منهجك عامة بشرية تبدأ بحاجتها وشخوف جد إسلامي ده بهتر يعني سري ركزان ديا مثلا وسطية أو تشتي باش تحمل تشتي ده وكا قلت لك عربي دبيجن بخير الأمور أوسطها فدائما خير الأمور أوسطها فوسطية أو تشتي باش وقنج حمل تشتي فاجبروا له خد تعالى وقت وصفه أمتا بخمبر ده عليه الصلاة والسلام قلت وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فإذا قلت يهن أمتك وسطا يعني أمتك وسط أنا بمروري وسطية شدة يعني وسطيات يعني إسلامي مراعاة حمد اشتكرية إنه دائما الوسطية برية وكما قلت دائما الوسطية الخير بين شرين الخير بين شرين يعني تولو بك شر وتولو بك شر يا باش أنا نابرهرت كذا أبا وسطية معناه وسطية بفي شكلتين فخذ تعالى مثلا مثال يعني جبو خاطري وركت بأم درباسي مجارة خبا خذ تعالى بيجي والذين إذا أنفقوا مثلا إنفاق لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامة القوامة وكتب العدل الوسطية آراست يعني إيكو إنفاق كنا إسراف وتبذير ونا بخل وشح نقبينا هرت كذا قوامة يعني تشتكت إسلامية بيجند الكرم بله. الكرم بين البخل وبين التبذيرة فدائما بفي شكلي يعني بفي أواي وسطية تفهم كرم قل تعالى قال لك آية القرآن قلتنا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير قل تعالى آية جديدة دبي وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك يعني ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة تشتكو خد تعالى في دنياي دايتا خوبي بقي هنا آخرتي خوبي إجبك وك كرمانش دبيجن دبي دنيا بيندرا آخرتي دنيا بيندرا آخرتي فأف تشتكو خد الدنياي دانما أم خوبي دقي هنا آخرتي ولكن خد تعالى جمال قوة ميزنا مفهومه ما انه اما كبشر اما بنظره ماديه دائما ميزنا يعني التركيز ما بحمه سر ماديه جارنا بلكي
يعني مسألة روحانياتها أو غيبياتها أو عباداتها أو مسألة إلهياتها أم جارنا وقت به تطرق أم بنسى. تضرغ به. أما بهتر تفكيرها بشريته بشكل عام سر مادية. مفهوم قرآني بالعكس إنه قوتية حتى تشتكوا خديل دايتا الدنيا يجي أوجي بالسخرين جبو آخرتي. يعني مال دايتا بقى صدقات جبوتا لآخرتي وسيلة تماما وسيلة. خدت على صحته قد دايتا بخدمة مروفانتية بشرية بك وهكذا. فابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولكن خدت على ميزة قد مسألة دنياي قلت لا تنسى نصيبك من الدنيا. لا تنسى يعني كأنه يا أساس مزي بالعكس وكما قلتي إنه أساس التركيز سر آخرة أما دنيا خوشي جبيرنك. معنى آيات هي إنه الوسطية بين متطلبات حياة الدنيا وبين الآخرة، بين الجسد وبين الروح. فدائما أفا معناه وسطيته. خذ تعالى هذا بشيء لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني وسطية أزنا قلكي أسخوتيشينم وأزنا تراخي جدكم أزنا خصص جدكم. فإنه خذ تعالى وقتها ما تكلفيني بتشتكي أكيد يعني طاقتها ما دقيه ويتشتكوا أم بكن يعني مثلا إنه هيفا رمضاني هجركو خذ زاني بانا إنه طاقتها بشرية نينكو مثلا صباح حتى إيفالي رجي بكنا سلمان فرزنتك الله وظلام علم إثبات كيد بجد حتى سير رجا إنسان كاري بيقف بعيشة حتى حفتيكي كاري بخوارنجي بعيشة يعني نامري جنيزة. ولكن خذ تعالى نقول يا إنه أويكو بيخمبر عليه الصلاة والسلام وصال روجيا خدتكر الوصال شيا إنه روجي دقرت نطفطري أفروج دقهاند روجادي بيخمبر عليه الصلاة والسلام ولدكر. فصحابة خستن وقت بيخمبر بكن عليه الصلاة والسلام تقليداي بكن. فبيخمبر عليه الصلاة والسلام دبيجي نهاهم عن ذلك يعني قوة وولو نكن فإني أبيت أن يطعمني ربي ويسقيني. ما خذ تعالى وكان يعني سيروم إلهي جمرهات سيروم إلهي مجمرهاتيا. أما إيوه هو النكارن ولو نكن يعني سر ميزة سر إنه تشدده إنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني بخمر سلام قلتيا إن لأهلك عليك حق وإن لنفسك عليك حق وحريك فأعطي وإن لربك عليك حق فأعطي كل ذي حق حقه. أبا وسطية إنه تتشكي سر حسابي تشكي دينانك. فإذا خدد هيفا رمضان إذا شقوت يا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قلت يا فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن رحتي يسر نا مشقة ولا نتفلتشي وتهربج أوامر خد تعالى. فإذن يعني خد تعالى خير بمتخوازي بيخنبرت بيجي عليه الصلاة بإن هذا الدين يسرى شريعة يسرى ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. كسنكاري زورا دين أبدا يعني تشقاسي فجوات عنك جيت خوازنو لو أيوة تماما يعني فسددوا بيخبرت بيجي عليه الصلاة والسلام فسددوا وقاربوا وأبشروا يعني حياش ووري نزيكي هبكن وقت بي السادات وقت بي يا راست بيجر وقاربوا نزيكي هبكن وأبشروا مزقينية بدنا الخلكي طنق بكن ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. خذ تعالى فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فإذا دائما وسطيات دبيجي جاركي سي صحابة هفالي بيخمبر سلام هاتن مالاوينا بيخمبر كرن عليه الصلاة والسلام قولنا المالية بيركي بيخمبر سلام قولنا المالية فرابو وانا ديت شخور فرصتك استغلال كنو برسا عبادتا بيخمبر بكن عليه الصلاة والسلام
يا كعبادة بيغمبر صلى الله عليه وسلم شلو يا عبادة بينا حديث هذا بيجي فلما أخبروا بذلك وقتك وقوتن وأنا كأنهم تقالوها يعني ديتن هندكة يعني عبادتها بيغمبر هندك ديتن عليه الصلاة دنارينا والسلام وهذا دنارينا وادا فإيه أول جو أما أنا فأصوم ولا أفطر از بروجيد ما صال وقات الدهر صال ساخ وزنا فطر بري بيجن جو من منا مثل رسول الله وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر انه بيغمبر صلى الله عليه وسلم يقول هي تبدا عفو كرنا نب حاجتي عباداتها زيادة بك يعني فأبي أول قلت إم أزروجي دقرم الصلاة وقات أزنا فطرم إيه دوا قلت أقوم الليلة ولا أنام بشف حمي أز شيارم وأز عبادتي وتهجدات كم طاعتي أما الثالث إيه سيا قلت أما أنا فلا أتزوج النساء إيه يعني جبو أز مجول نبي مش عبادتي إيه من أز من تركا زواجي كريه حرسي شاشة طبعا أكيد فوقتها بيغمبر فقرها عليه الصلاة والسلام أنا بيغمبر سلام وبدأ خويا كرن يعني شاشتيا واد كودي ديا أف مسألة وسطيتها شبركو أف بو وقت بتشديد أف بو تشدد تمام وإسلام مكما قلتي منهج حياته دائما دوري تشددية دوري غلوية دوري إفراط وتفريطية وهكذا فبيغمبر سلام بوقتها فقرها مالي جرى قلتنا قصة النفر الثلاثة أو هرس إسلامي بيغمبر عليه السلام بيشوى جامية فصعد المنبر حمد الله وأثنى عليه ثم قال طبعا هرسي حاضرا قلبت ولكن خطابه بيغمبر عليه السلام جعامة الناس تعليم جوارجي وج دورا وارجي وج أمتا ويري حتى رجع قيامتي إنه كس نكبه تشدد ده كس نكبه دائما بوسطية ببن دين به ولا شبه بيغمبر عليه الصلاة والسلام قال ما بال النفر الثلاثة أما إني والله لا أتقاكم لله والله أجوى بهتر شحمك أجوى بهتر أز خود الطرسان وأز بهتر جوا أز نزيكي خوديما وأز بهتر جوا طاعتي وعبادتي خوديرتكم ولكنني أصوم وأفطر وأقوم الليل وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني إذن أذى وسطية إنه منهجي بيغمبر عليهم الصلاة والسلام أما وقتك وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم أفريا راستا أم بجن اهدينا الصراط المستقيم أو الصراط المستقيم أو وسطية ياكو خذي حجة كريا خذي خستيا خذي قلت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إسلام بذي وسطيتاوي بذي اعتدالاوي بذي حقيقتاوي بذي كمالهاني أما كور يان تفريط يا تشدد يا إما إفراط يا إما زي دفجة بردم حردو جي دريا شاشن حردو دوري ريا براسيت كبد فبيغمبر بيجي عليه الصلاة والسلام قلت إياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين إذن أبيكو غلود كرن يعني تشدد كرن فخذ تعالى قلت ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم أو رهبانية نجمرية أو رهبانية أنا الجم غير ديانات رهبان الجموهنا الجموهنا رجال دين هنا تمام فأبناء رهبانية شيء يعني الاهتمام بالروح على حساب الجسد يعني ويخوة عزلين معابد هذا نتزوجن نمخالطة خلقيتكن نكذا يتفرغون على أساس ولكن مع الأسف يعني قولي أخبارك ودرت كفن فضائح يعني جوادة بريول ودرت كفن كنيسة ومسائل يعني حرامي وإلى آخره يعني فدائما يعني النصوص الإسلامية ده آيات وأحاديث دائما تركيز كده يسر مسألة وسطية يعني يوي قود جوز بشفرة نازل وجعلنا الليلة لباسا كما يعني خدي قلت يعني تماما سيدة باش انها مجارة بيجن
او تشتي بيك انينا فات تشتين واعتدال ووسطية يعني تشتي كله باسراف بسريب تشتكي مثلا قالوا مرود تشد كارب فان تشتا بكاربينت حياة اخوي روجانه ده هيفا رمضان ده كاربج مرفي شروع هكا. طبعا ما جو وسطية حموت شديدة، يعني تشتكنينة حياتي ده إلا وسطية جيرد به. فمثلا مسألة عقيدة ده عقيدة أو يا يعني هري مهم، هري مهم. يعني أنا هناك مثلا دوري مسألة روحانياتها وغيبياتها كيفن ها مادة فتينا جريدان وأموري مادي ودوري دياناتا ودوري روحانياتا فتكفن دي مسألة شاذة وكمسألة بالشذوذ الجنسي مسألة أف نخوشيك وبيدد بن نخوشيا إيدز وأفتشت أف نتيجة تفريطية إنه جرياء اعتدالي وسطية دركتن شاذ أيوة جرياء فطرة دركتن يعني. فإسلام كعقيدة دين الفطرة دين الوسطية أو ويا إما غرق ببن روحانيات هذا وكما قلت مسألة الرهبانية الرهبان، يا إما غرق ببن د شهوات هذا ودنيا هذا. فدا عقيدة ده إسلام تن نقبينا حرتكايا مسألة عباداتها يعني مراعاتها حمت اشتيكريا وسطية أنا المش بطهارتها ويفا بحركاته وينافا بأوراد وأذكار متعلق بها بيجمتا زكاة يعني أنا مفاهيمي اشتراكيات هذا يعني انه مسألة اقطاعيتي ومسألة انه دستيخو دينا نسر مالي خلقي وانا نا اسلام هناكي ولكن شت بيجيتا تبي خدت على مال دايتا هناك حقي خدي جوي مالي درخه تماما ناي سيطري سر ماليتا ناكي دستيخو برضاك تماما بقناعتك يعني. تمام دستيخو ناديني سر ماليتا وتشتكي بسيط شخوستي صاري صديد دوني بدا بيجمتا رمضان ولو رمضان نا يعني انه تعدل الجسم لا شوري ونا از تركا تشتكوا فيدجي لا شهبك واز بردم وسطية اخلاقيات هذا يعني قالك تشتهنا وسطية مسألة علاقات اجتماعي ده انه انسان يعني دفي وقت دفي انسان بطبيعته كان اجتماعية يعني بخمبرد بجعل دفي المؤمن يألف ويؤلف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. يعني ايكو مؤمن به ايكو زو دولوثي يعني بخلكيرا تكبد لي خلكيدا يعني نزيكي دلي خلكيه يعني يعني ندوري جواكي وندوري مسألة تربية وتعليم الجم يعني الجد الإسلامي ده بالنسبة زاروكا وبالنسبة طلابها أو مدارسها إلى آخره تعليم به ولا تربية به ولا أدب به إلى آخره. بخنبر قوتي عليه الصلاة والسلام قوتي زاروك قاعدة مردانية سي مرحلة قوتي مرحلة أول قوتي لاعبه 7 حتى عمري حفصالية الألعاب وبليزة بالنسبة لكم زاروك طبيعة أخوة يعني يكي قو اختيب شوشك بو كل الشيخة كيا قو از قو بابي من استانيم جم خل دروناندم انه الجفاتا زلامة بجبو تبع المي وكذا والى اخره إيه والله قولوا لي زاروك دليزن مش عارفين الوايا قول فكرين بسر وايا قول بلا خدا من انه افتش هي قراب هرب خدي ازام فكرات التلجا لا شيء الفرق اللي فكرت اللي هر نفس زاروك بليزا. فاذا دبيتو ينحر مني يعني لاعبه 7 بشترى ادبه 7 بشتي عمري بو حفصالي شحفتها حتى تشاردها ادب تعليم تربيه اخلاق غرس قيم ارشادات تمام زاروك مهيئة دبي مرحلة ده بشتي بو خور 14 صالي دبي مرحلة وقت بي مراهقة والى اخره صاحبه 7 بجا ببهفالينا دوستانية وقت دوستكي تبي هفالي تبي ولو بدي ده بشتي فهرسي مرحلة دبي ثم ترك الحبل على الغارب ويبرد نواسر بطرسة ابدا تماما يعني صح فإسلام يعني وقت بمنهج وسطية أصلا خصيصتها إسلامية هري خوياي واضح الوسطية تحموت شديدة
وسطية دا عقيدة، دا وسطية دا إيماني، دا عبادات، دا معاملات، دا أخلاق، دا خوارنة، دا كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. دا ملبس دا جلك هذا المسألة جهدان روح ولا جسد، يعني شو نبي جه بدي روح صار حسابه جسد ولا جسد صار حسابه روح وهكذا، أو يعني اهتمام أخو حمكي بردي دنياي وآخر ديني خوش بير بكي، أو بهتر وقت سيدنا عمر وقتك وقت قرش كده ديت رونشتيا قلت الروايات كده قلت من ينفق على أهلك، قلت يا أخي، قلت يا أخوك أفضل منك. إذا راب بشغلة امشوا في مناكبها. فحتى الغزوات هذا حتى مسألة حربية ده وسطية تعاليم إسلامي. وقت بخمسة صلى الله عليه وسلم جيش دشيان وبشتي وينار الخلفاء الراشدين وقتك وجيش دشيان دن شد قوت الوانا تقول لا تقتلوا طفلا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا ولا تقطع شجرة ولا تذبح شاة إلا لأكلها، إنه والله بس هما وقت بتعديل خلقية بك إنا وإنكم ستمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في العبادات في المعابد فاتركوهم دفجوا بردا إيكو شريوا نكر شريوا نكن. وسطية تحمود شديدة إسلام تي انتقامتك إسلام تجبو دلافك برياكو والاتابك. وك سيدنا صلاح الدين الأيوبي وقتكو رضي الله عنه وقتكو كتب بيت المقدس ده، يعني فلهي ور مسيحية بيت المقدس إيه فلسطيني تخوستن كو صلاح الدين درباس حنجي صليبية تعدلوات كر صليبية كو هاتبون. فوقتكو درباس ويا بكل يعني اعتدال وبكل تسامح تعامل بواركريا. قلت ياكو هري والله تخو برهري ويكو بخازي بمني أهلا وسهلا يعني. فدائما إسلام فدائما يعني الوسطية خير بين الشرين. مثلا أما بيجن الكرم نقبينا شديا نقبينا البخل والتبذير. مثلا الشجاعة نقبينا شديا نقبينا الجبن والتهور. التزام إنسان حقيقي التزام بدين حقيقة شيء نقبينا تزمت ونقبينا تفلت. يعني دائما حشيكرن يعني اعتدال مشاعر هذا. أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأكره عدوك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. دائما وسطية. سيدة باشا أف مجارة ما يغيرو لسر وسطيتي واعتدالي لسر چستونا آفاد بي لسر چتشتي مروف كاري يعني بك وقت بيجي تديد بعربي بيجي تستند على أسس. هل بتأفجي لسر تشنا أفستوني في وسطيتي واعتدالي الساكنين قالوا وجمر بيناجي شروع فك. طبعا مسألة وسطية وقتك وأمد بيجن إنه هنا يمكن كأنه يعني تسيب يعني إنه وقتين بيجن اعتدال إسلامي وسطية إسلامي إيكو فكري تشدد تذهبي بمعناته هون تخازن دين بما يعينن نا مبادئ هنا وسطية سروا مبادئ آفاد بي يكجي إنه قلت يا الملائمة بين ثوابت الشرع ومتغيرات العصر. ثوابت الجمة مقدسا أما متغيرات العصر جي مراعاة وتكرم تماما. فإذا أبا قلتنا الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص إلى آخره. أما ثوابت تنازل ثواب تنايكرم أبدا. أما مسألة تشتندي هنا أو وقت بعصر إسلام صالح لكل زمان ومكانه. يا دوا أو قرك فهم مجنصوص آيات وأحاديث را وري فهم كرن إنه مقصد شريعته بيتشيا نعم بالظاهر ويناببن تماما. إنه مثال أنها مسألة فطرة صدقة الفطرة هناك تشددين إنه والله دفي غالب قوت البرد بيش بركو بيخمر السلام ولوكريا وإلى آخره وأحاديث بهاتنا. طيب ساعة هي مذاهب هاتن أبو حنيفة قد شد بي تقيمتها بيدرخي. فإيرو هناك دبينا إنه الأصلح كنت قيمته بدي تشترج فقيرة. فإذا
ام الشرع درنكهتن يعني مقصد شريعته بخنبر قوتي عليه الصلاة والسلام دفردا زكاة قوتي أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم أبدا وتير بكم ما تيوي بغنم تير بكي نعم. فإذا تيوي بدي دج بو خاطري أو زاني بهتر شجر لازمة يادي يعني د مسألة وسطية ده التيسير لا التعسير دائما التيسير دين ما قلت يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا فتوى ده بر دائما وقتكو مستفتي تيل جمتا يا وي بدي ده درماني وي بدي ده يعني دبجارك عالمك رونشتيبو دبيك هات قلت قويا فلان قو من كشتن كريا قو ما توبش كشتني هيا قو تصور دبي بشتي كيلي كذي يقدي هات قو يا فلان قو ما توبش كشتني رهيا كشتني قو نا فإل جميع ما نعجمي قو تشفي أول رقود فتوى توبش ترهيا الدواء تقول توبش ترهيا قو أول كأنه كشتن كربو هاتبو التوبيت قراها هاتبو خط اما الدواء شعبي صوربو شعبي شرط شعبي دابو شعبي كانوا الكشتني بو فوقتم فتو داباني دا ويهري كشتني بكي فدائما يعني وقت بمرون مقاصد الشريعة ميزانه التشديد في الأصول والكليات مسائل عقيدة الجمع ثابتة أما مسائل دي فروع وجزئيات حسب زمن ومكان يعني مثلا عبادات هذا أنا عبادات هذا مذهب حمو متفق نسر مسائل كلي وأصول ده يعني ده مسائل أصوليات هذا أما جزئيات هذا مثلا الجم حنفية نواقض الوضوء نواقض الجم شافعية نواقض الجم مالكية فأب خلافها هني يسر تشتكي البشياء أمتي أما كأصول ثابتة تلفر بيت الأمريكا بيت الأوروبا بيت الأفريقيا بيت الكودري بي أو أصول ناين جوهرتن أصول ثابتة مبادئ وسطية تجي ثبات سر هدف إنه ما هدف حددان أم ثبات سروي هدفي أما كأسلوب تمام أسلوب حريك جوري فهما خوا جوري زانبونا خوا بقي وي هدفي يعني يادي دائما أم بركزين إنه حرص صار جوهر وصار مضمون أم دفش قشورة وشكلياته وكتب بخمر سام قلت هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون سيجاري أي أويكو يعني خب مسألة يقولوا وكتب كلافاجي فا وقت خو درباست كانوا يعني فوسطية أولو خوازي يادي الجمع بين الولاء للمؤمنين والتسامح مع المخالفين مبادئ وسطيتها ولا آمن از مسلمانم ولا آمن مسلمانا ريش خديو بيخنبري ويري عليه الصلاة والسلام أما بنفس الوقت نكو از شريب خلكي بكم وأز دجمناتيا خلكي بكم وأز هرم في بكم مبرر كو أز وكأف حركاتي متطرف بجزرابم بيتعدي أز بالخلكي بكم نا التسامح مع الغير يعني قال لك الإسلام ده هاتيه مسألة التعامل مع بقية الأديان يعني إنه بالتسامح برحيب راتية يعني الخلق كلهم عيال الله يعني دوا مسألة ده مرو متسامح به يادي دنا قبينا مسلمان أو مسلمان هذا المسألة يعني مبادئ وسطيته أن نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه يعني انه تشتاق نتعاون فيما اتفقنا عليه تمام انا ام متفق نسر امورنا ام يعني الاسلام ده تشتاكوا مدقهين نهودو وام تشتاكوا ام متفق نسري بهتر نسر تشتاق هلبت يعني خلافي مسألة خلافي فاب تشتاكوا متفق سري امي اريكاريا هفدو بكن سري ام شري هفدو ناكن امي هفدو بقرن امي ببن سندو بش هفدورا اما مسائل خلافي اخي مذهبي تشتري ومذهبي مجمري يعني يعذر بعضنا بعضا يعني لا انكر عليك ولا تنكر علي
تماما. فيها ويا. يعني مثلا دي سر صدقة الفطر باعتبار امدرو جدا يعني ايكو قيمة درتخي انكار نكي شما سر اي خوارني درتخي وايكو خوارني درتخي بر انكار نكي سر شو بركو مسألة خلافية يعني. تماما. اما ازو متفق انه صدقة الفطر فرضة فرضة هي موجودة. اذا افا معناه انه نقاط مشتركة يعني. نقاط مشترك ام تعاون ببرا بكن ايه مختلف يعذروا بعضنا بعضا. يادي انه دائما حرص سر افاية نا خرابوني ودائما سر جمع نا تفريقي ودائما سر نزيكبوني نا دوربوني تاليكي يعني مسألة متعلق بيركبة تحريرها بيركي باعتبار مسألة وسطية ده تحريرها بيركي جوا مفاهيم رجعية وتخلفة هي عصور التخلف ونقبينا تحريرها بين فكر وتيارات دخيل ايكو جغرب سرمتين ايكو توازن بيركي وقت بي بكن سلعاك بكن يعني تلاعب بي بكن اسلام دائما يعني تحمد شدا وسط. گەلێک سپاس ji bo wa seyda ji bo mijarawî girîng û van agahiyên baş destê we sağ be. Spasiya guhdara dikim û tevmanşevanan, spasiya her du hevkarê xwe Alî Nopalo û avan cema bora bû me jî li piş maykê Eymad Xelef. Em ê digel duayekê li cem seyda em ê li bernama xwe jî dawî bikin hêviya me ku Xwedê Teala dua me qebûl bikin. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا رب تبحق ذات صفات خوك تب حرمة محمد المصطفى حبيب خوك تو غزب خجم دور بك رحمة خلم بك مج عذاب قبري وفتنة ساغبوني ومرني وج عذاب جهنمي أيمن بك الفي دنياي خشكاتي وباشي بديمة تو حفظها من الشر جن انس شيطانا بك البر مرني أيمان ما قايم بك دحشر ما فيت كارنك البر ميزين ما ديندارنك دسر بريفا ما درباس بك دري جهنمي البر ما بقري اي جنة البر ما بك دي جنة الفردوس ذات جيرانتي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم جهمة شبكي بدي تنا نور وجمال وجه خشعب مروني بك دلي مقش وشاهي بك جمودي وبابي ما كفلت وأهل دوست وجيراني ما شقاك سي أهل إيماني وجهدار وتمشى بانر.